جايز تكون دلوقتي محتاج تسمع حاجة شبه كده. كل الصفات اللي اسمها يخض كده، زي انك تكون شخص بيتوتر بسرعة، بيخاف، عنده قلق زيادة عن اللزوم، في جزء من الصفات دي ممكن جدا لو حطيت جنبه كلمة صحي تبقى حاجات طبيعية انها فينا كلنا، زي القلق الصحي، الخوف الصحي. كلمة صحي بعد اي حاجة بتفرق جدا في التعاطي معاها. يا ريت ما نوصفش نفسنا طول الوقت باوصاف هي ابعد من حدود المسألة اللي عندنا. يعني ما اقولش ان انا شخص قلق بشكل كبير جدا، او ان انا انسانة متوترة بشكل مبالغ فيه، وانا بكون في حدود السياق او الموقف توتري او قلقي مناسبين في حجمهم الطبيعي. بنعرف ده يمكن لما يكون القلق مش بيضرنا، مش بيخلينا لا عارفين ننام ولا نتصرف ولا نتحرك. لما يكون التوتر في موقفه، يعني قبل ليلة امتحان او قبل دخول انترفيو، ساعتها مبلوعة بتقدر تقول الصفة وجنبها كلمة صحي. لكن لما تكون المسألة مبالغ فيها، ساعتها ماشي، ده موضوع تاني، في ناس ممكن تبقى محتاجة علاج، وفي تفاصيل كتيرة جدا أبعد من مجرد كلمتين نقدر نقولهم لبعض. فبالتالي لو أنت عندك أي مشكلة ما هي قادر تتعامل معاها في حدود بسيطة وعادية جدا، معطلة شيء عندك، مش مخلياك مأذي ولا بتأذي آخرين، وأنت بتتكلم عنها اتكلم عنها بهدوء، ما تحطهاش في حجم كبير، عشان ما نديش لدماغنا كده أوامر إن إحنا عندنا مشاكل كبيرة جدا. كفاية الحاجات الكتير اللي ممكن تكون بتحصل لنا في حياتنا، ووارد جدا تكون بتستدعي إنها تتحط في حجم كبير. نحاول نخلي القلق قلق صحي، نخلي الخوف خوف صحي في حدود المواقف بحجمها البسيط جدا، نحاول ما يكونش أكتر من كده. لو الكلام ده فرق معاك دلوقتي، ده شيء جميل جدا، ولو في حد ممكن يفرق معاه، ممكن جدا تعمله منشن في القناة.